انا قررت اعمل تحدي مجنون. هسأل اتنين ذكاء اصطناعي عن رأيهم في لعبة. الذكاء الاصطناعي الاولاني كان شات جي بي تي، والذكاء الاصطناعي التاني كان جيميني، واللعبة كانت اساسن سكريت شادوز. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ دي تجربة مجنونة، ودي قناتكم ميكس جيمنج. يلا بينا نبدأ. في البداية اساسن كريد شادوز وجد انتقادات كتير لاذعة، لدرجة ان عبد الله ريفيوز اداها 4 من 10. في برضه جيمرز كتير عجبتهم اللعبة وقالوا ما كانتش تستحق كل الانتقادات اللاذعة دي. فهنا في وجهتين نظر، ناس عجبتهم اللعبة قوي وناس ما عجبتهمش خالص. فهنا قررت اني مش هاخد رأي بشر واخد رأي ذكاء اصطناعي. طلبت من جيميني قلت له قول لي كل مميزات لعبة اساسن كريد شادوز، وطلبت من شات جي بي تي انه يقول لي كل يوم اساسن كريد شادوز. ندخل في اليوم على طول، نخش في اليوم على طول. في البداية شات جي بي تي شايف إن شخصيات اللعبة شخصيات سطحية ومفتعلة، وياسكو ده شخصية اتعملت كنوع من تمثيل التنوع مش أكتر، ومفيش أي عمق حقيقي يخلي اللاعب يتعاطف معاه أو يفهم دوافعه. وبيقولك تحس إن ياسكو محشور في القصة، ودي مش قصته. وبيقولك إن الشخصية التانية هي ناوي بتتصرف كأنها نينجا خارقة، بس مفيهاش أي تطور حقيقي، كلها تصرفات نمطية أو أي كلام. ده كان رأيه في شخصيات اللعبة. رأيه برضه في الجيم بلاي بيقول إنه رقيق وممل. اللعبة بتتظاهر انها رجعت للاساس، هو اللي بيقول كده مش انا. بس الواقع التحكم تقيل والميكانيكس قديمه والقتال مكرر ومليان جلتشات. وبيقول لك برضه ان التسلل بيفتقد الذكاء الاصطناعي، والقتال فيه لاج كتير وانبوت ديلي، تحس انك بتلعب ديمو مش لعبه تريبل ايه. كفايه يا شات جي بي تي، كفايه. وبيقول لك برضه ان في الجيم بلاي مفيش اي تقدم حقيقي عن العاب اوريجينز او اوديسي او فالهالا، كلها العاب شبه بعض. وبنتقد برضو ان اللعبه عالمها مفتوح وفاضي ومكرر. اليابان الاقطاعيه بيقول لك دي كانت فرصه ذهبيه نعيش في عالم مليان حياه وثقافه، لكن يوبي سوفت قدمت عالم شكله حلو من بعيد لكنه فاضي من جوه. بيقول لك المهمات الجانبيه ضعيفه ومكرره بشكل يخليك تفصل من كتر الملل. مفيش اي تشجيع حقيقي للاستكشاف لان المكافآت تافهه. برضه انتقد الذكاء الاصطناعي، بيقول لك الذكاء الاصطناعي كارثه، الاعداء اغبياء جدا، ممكن تمشي جنبهم في الظل ومش ياخدوا بالهم منك. بيقول لك ان احيانا ممكن يقفوا يتفرجوا عليك وانت بتقتل زمايلهم. مفيش اي تحدي، مفيش دهاء، مفيش اي شعور بالاثاره. وبيقول لك برضه ان الستايل الفني بتاع اساس كريد شادوز ناقص الروح. الجرافيك قوي بس فين الهويه، فين الابداع؟ بيقول لك تحس ان اللعبه معموله على محرك جهاز متصمم تطلع شكلها حلو للعرض مش للعب. بيقول لك برضه الانيميشن بتاع الشخصيه قديم جدا ومش طبيعي. والله هو قال كده، قال لك ان سياسه يوبي سوفت التجاريه الواقحه. اللعبه مليانه مايكرو ترانزاكشن من اول يوم، في اسلحه ودروع وحتى سكنات حصريه بمصاريف زياده. واضح ان يوبي سوفت تهتم اكتر بالبيزنس عن الجمهور. والله العظيم هو اللي قال كده مش انا. وبقول لك برضه ان القصه رقيقه ومبتذله، السيناريو ضعيف جدا، في محاولات للدراما ملهاش معنى. بيقول لك مفيش لحظات مؤثره تفتكرها، مفيش صدمات، مفيش تويستس محترمه. النهايه متوقعه وسطحيه. ده كلام شات جي بي تي مش انا. بيقول لك برضه ان اللعبه مليانه مشاكل تقنيه بالجمله، البجز كتير، اللعبه بتقف والكاميرا بتهنج، الاصوات بتختفي. فهي شات جي بي تي بيروح على اللعبه. حتى على اقوى اجهزه الاداء بيكون الاداء ضعيف جدا. بيقول لك برضه ان دي مش لعبه اساس كريد حقيقيه، لا فيها مخفيين حقيقيين ولا اغتيالات متقنه ولا استخدام فعلي لفكره الكريد. والله العظيم عنده حق في القصه دي. بقول لك تحس ان هم بيبيعوا الاسم بس، لكن الجوهر مات من زمان. بقول لك برضو ان اللعبه مليانه تكرار، هي دي العاب يوبي سوفت، نفس الفورمولا اللي شفناها مليون مره زي يوبي سوفت. ده احس ان شات جي بي تي هيطلع من هدومه. بيقول لك مفيش اي مخاطره، مفيش اي ابتكار، بس لعبه معموله بخط انتاج بدل الابداع. خلاص الكلام بقى عشان الراجل زهق. اساسن كريد شادوز لعبه كانت ممكن تبقى اسطوره، لكن طلعت شادو فعلا. ظل بات للعبه كانت عظيمه زمان. لو ناوي تلعبها فكر تاني. خلاص يا عم شات جي بي تي. واضح ان شات جي بي تي شايل جدا من اللعبه وبقول كلام بنقد لاذع جدا. تعال نشوف جيميني بيشكر في اللعبه بيقول ايه. نروح بقى رأي جيميني، وان هو بيشكر في اللعبه وشايفها لعبه عظيمه ولعبه جميله وقدمت محتوى جديد. بيقول لك اللعبه المره دي هتاخدنا اليابان بتاعت زمان ومعاها شويه حركات جديده هتخلي التجربه مختلفه وممتعه عن اي جزء فات. اول حاجه بيقول لك هنلعب بشخصيتين وكل واحد وليه لعبه. اول مره هتقدر تبدل بين بطلين اساسن كريد في اي وقت عشان تخلص المهمات. كل واحد فيهم له قصه وقدرات وستايل لعبه مختلفه تماما. بيقول لك ناو دي شينوبي نينجا خفيفه وسريعه ومتخصصه في التخفي وفي الاغتيالات اللي من غير شوشره. لعبها كله تسلل وباستخدام الهيدن بليد بتاع الاساس، ومعاها كمان خطاف الجرابلينج هوك عشان تتعلق وتوصل لاي حته بسرعه. لكن ياسكو ده ساموراي افريقي اسطوري بتاع خناقات ومواجهات وش لوش. لعبه كله قتال مباشره وقوه، معاه اسلحه تقيله زي سيف الكتانه والاسلحه الضخمه، ولابس دروع حديديه تخليه يستحمل اي ضرب. بيقول لك ان الشخصيتين في اللعبه بيحسسك كانك بتلعب لعبتين مختلفين. لو لعبت بناو بتلعب بالتخفي، لو لعبت بياسكو بتلعب بالقتال، وده بيخلي فيه تنوع في اللعب.
عالم اليابان الرهيب واللي بيتغير معاك. العالم بتاع اللعبه في الفتره دي كان مميز جدا، اماكن متنوعه هتلف في اقلاع كتيره ومواني زحمه وقرى هاديه ومعابد واماكن اثريه في كل حته. الجو والفصول بتتغير، الفصول الاربعه بتتغير، الشتاء والربيع والصيف والخريف، وموجوده وبتاثر على طريقه لعبك. يعني في الشتاء الميه بتتجمد والتلج بيعلم على خطواتك وممكن يكشفك، وفي الربيع والصيف الزرع بيكبر ويبقى احسن مكان تستخبى فيه. بيقول لك دي خطوه بتخلي اللعب ممتع ومتنوع. جيمني برضو بيقول لك ان التفاعل مع البيئه ممكن تستغل النور والضلمه، ممكن تطفي الفوانيس عشان تعمل ضلمه او تغطس في الميه وتستخبى وسط الزرع الطويل. بيقول لك برضو ان اللعبه فيها حركات لعب جديده ومتحسنه، في شويه اضافات جديده هتغير طريقه اللعب. شبكه الجواسيس ده اهم حاجه جديده، تقدر تبني شبكه جواسيس خاصه بيك تجند ناس وتبعتهم يجيبوا لك معلومات عن الاهداف بتاعتك او يخشوا معاك في الخناقات عشان يلغوشوا على الاعداء. جيمني برضو بيقول لك ان في قتال تكتيكي، مع يذكر الخناق محتاج تفكير، لازم تصد الضربات في الوقت الصح وتكسر دفاع العدو عشان تصعقه وتضعفه، والدروع بتاعته بتتكسر حته حته. بيقول لك برضو ان مع يوفي تخفي احسن، التخفي بقى اعمق، دلوقتي تقدر تنام على بطنك. ايه يا عم ده عيب، هو اللي بيقول مش انا، وتزحف عشان محدش يشوفك، وكمان رؤيه الصقر رجعت عشان تكشف لك الاعداء. بيقول لك برضو ان في خطاف واقعي، الخطاف المره دي واقعي اكتر وبيديك حريه اكبر وانت بتنط وبتسلق المباني. بيقول لك برضو انك ممكن تطور على مزاجك شجره مهارات لكل شخصيه، كل واحد من البطلين له شجره مهارات خاصه بيه بيطورها زي ما انت عايز عشان تفتح له حركات وقدرات جديده. بيقول لك برضو ان المخبأ بتاعك مهم، يبقى عندك مخبأ او قاعده خاصه بيك لعصابه النينجا بتاعتك، تقدر تطورها وتظبطها على ذوقك، تدرب فيها فريقك وتصنع اسلحه ومعدات جديده. بيقول لك الخلاصه بقى جيميني ان لعبه اساسن كريد شادوز شكلها تقدم تجربه دسمه ومليانه تفاصيل كتير، بتجمع بين الحاجات اللي حبيناها في السلسله مع افكار جديده جامده جدا، هتاخدنا في حته تانية خالص في عالم اليابان القديم اللي كلنا مستنيينه. في النهايه ديك شفت وجهتين النظر والخناقه اللي بين الذكاء الاصطناعي، بس الغريب لما سالت شات جي بي تي ان جيميني بيشكر في اللعبه قال لي كده بالنص. يا سلام، جيميني ده بيقول انها لعبه حلوه يا باشا، ده مش راي، ده عرض من اعراض الغباء الاصطناعي. تخيل ذكاء اصطناعي بيقول على ذكاء اصطناعي تاني انه غبي، ده واضح انه ذكاء اصطناعي حمار رسمي بيسقف لاي لعبه فيها شويه جرافيك وبيفكر كده انها تحفه، ما يعرفش يعني ايه تصميم مهمات ولا سيناريو محبوك، ميكانيكيات لعبه محترمه. تخيل شات جي بي تي ده شمل جيميني، اللعبه دي لو اتعرضت عليه جيمر حقيقي عنده ذوق هيقفلها بعد اول ساعتين وهو بيقول ازاي دي السلسله اسمها اساسن كريد. بس طبعا جيميني مش هيفهم الكلام ده لانه بيتغذى على الدعايه مش على الجوده، خليه يتفرج علينا واحنا بنشرح له يعني ايه لعبه فيها. ده كان رد شات جي بي تي على جيميني، وده كان رد لاذع قوي ان هو بينتقد جيميني. تخيل في خناقه بين اتنين ذكاء اصطناعي، الموضوع حلو جدا يا جماعه. في النهايه اتمنى يكون الفيديو ممتع وعجبك، اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب وتدعمني لان ده فعلا بيساعد. شكرا، سلام.